المثل يقول الدار بلا مرا تظل خاوية، والمرا في الدار تنفخ فيها حكاية. تدير الزوايا وتعمر البيوت زينها وفنها تعلي المقامات والتوت. اللي عنده مرا تعطيه الزين والأمان، واللي فاقدها يبقى في الدار حيران. حطت فراشها وسرجت جدران، في يدها البركة وفي قلبها الإيمان. يسعد اللي يلقى مرا تنير الدار وتصون العشرة وتجمع بين الأحباب. السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد وفي فيديو جديد. أتمنى تكونوا كامل بخير ومهنيين إن شاء الله يا رب العالمين. قبل أن نبدأ في الفيديو نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الفيديو رسالة مني إلى جميع وحدة كارية، ولا سورتو اللي ساكنة في سكن الوظيفي. راح نخصص أكثر اللي ساكنة في سكن الوظيفي كيما أنا، يعني باش نكونوا متفاهمين. يعني نحتاجكم كاع في هذا الفيديو، نقصد نساء العاملات ولا عندها مدخول مادي، يعني باش نكونوا متفاهمين. مش وحده ما تخدم ما عندها مدخول تروح تحكم راجلها وتجيفو وتتوسم معاه بسبتي وكل انا السبة. ها والله باش نكونوا متفاهمين. هذا راهي موجهه لك انتي اللي راكي خدامه ودراهمك في جيبك ودارك مكرفصه وباخله. انا من شافها ظروفك يعني اللي خلاتك ديري هك، انا اللي راني عارفتها عارفه بلي راكي في قلبك قاعده تحصري وتشوفي غير بالعين، تشوفي في الناس عايشين وانتي قاعده تستناي باش تخرجي دريس وتروحي لدارك، ومن ثم زعما تبداي تعمري في دارك منا ومنا ومنا. انا راكي صافا شويه، راكي مليحه، زعما راكي دايره راي مش راح تندمي عليه من بعد. يعني راكي مفكره مليح في واش راكي تفكري. شوفي راح نقول لك كلمة واعتبريها نصيحة، ولك راح تجيك منها لحظة إدراك ذروك. شوفي باش نحطك يعني في المنطق، انتي درك نفترضو راكي عمرك 28 سنة، ويكتاش راح تخرجي انتريت ان شاء الله. ويكتاش راح تخرجي نفترضو على 45 سنة. نعم هي 45 سنة وانتي يا باخلة على روحك، يعني تروحي لدارك راسك معمر شيب، تروحي لدارك عجوز راسك معمر شيب. في ذيك الساعة تروحي تشري وتعمري في دارك، زعما تقضي ترجعي سنين شبابك اللي نورمالمون هي بالذات تعيشيها في التقلاش والزهو. والله ما ترجع لك، والله ما ترجع لك، وتكملي عمرك وانتي تتحصري اكثر من قبل على شبابك اللي ما تعطيش عمرك فيه وانتي كنتي قادرة تديري، بصح كنتي تفكري تعيشي في عمر الغلط. يعني بعد سنين طويلة بعد ما كبرتي وكبرتي ولادك، ما تخرجي من السكن الوظيفي حتى يعودوا ولادك في الجامعة، وتفكري في النهار بعيد ياسر ممكن اصلا ما تلحقيش ليه لا قدر الله. انتي راكي ضامنة تصبحي حية، عيشي ذاك النهار اللي راكي فيه وغدوة يرحمها ربي. يقول لك المثل عيش كل يوم في حياتك وكأنه آخر يوم لك. وثاني نفكروا في مستقبلنا ومستقبل ولادنا، يعني ما نمرغوش ياسر، نديروا ميزانية قيس دراهمنا ونخصصوا منها لهذا الشيء. على الأقل ولادك يكبروا في النقا ودارهم ما يحشموش بها. يعني كاين عباد نشوف فيهم يقعدوا ساكنين في الوظيفة يبداو غير يديبانو أرخص حاجة في السوق يجيبوها يديبانو بها، حتى يلقاو دارهم معمرة في راي، تلقي داركم معمرة بالهيرون. يعني تقولي تقولي دار عجوز هذه، ولا غير تقولي دار عجوز. ما رانيش نقول اشرو الغالي ولا اشرو لاكلاص، بصح اشري حاجه اللي عندها قيمه، يا لو كان تعود بون اوكازيو معليش. قيمه دارك راها من قيمتك وقيمه ولادك وراجلك. اشري قش بالتناسق، مش شرط يكون غالي، المهم يكون منسق وزين. هذه اللي حبيت نقولها لكم يا البنات، ان شاء الله تكونوا فهمتوني برك. وهنا يا البنات هذه داري من دخلت ليها، يعني لقيتها على هذه الحاله. هذا المقطع تاع الفيديو عنده زمان، يعني عنده فايت العام. بوطاجي فيه يا ربي 1 متر ونص، وفيه ذاك اللي فيه، وفيه بلايصه صغيره تاع وين تحطي السله، وما كاش مامبا وين تعجني ولا تحطي بيترا، يعني ما هي زوالو هذاك البوطاجي. واش بدلنا؟ حكمنا نحينا ذاك البوطاجي وريقلنا بلاصتو بالسيما، وثاني شريت خمس قواطع تاع بنتورة، كوزينة مش كبيرة بالسيف كفاونا، بيسا كانت البنتورة خضرا فونسي بالسيف تكوبرات. بدلت غير واش نقدر نبدل، داك الفايونس خليت عليه كيما راه، من بعد تشوفوا كيفاش درتلو خرج هايل. اما روبيني ثاني خليت عليها برك كوبريت ذوك ستالاسيو تاعها. يعني ما خدمناش خدمه بيان فيني بصح خرجت كوزينه ما شاء الله، خرجت توب ربي يبارك. ان شاء الله العقوبه ليكم. درك تشوفوا كيفاش خرجت، الله يبارك ما شاء الله. غمضوا عينيكم غمضوا عينيكم غمضوا عينيكم غمضوا عينيكم. اوبا
ما شاء الله تهبل خرجت توب. كيما هاك حبيت انا، كيما هاك حب قلبي. العقوبة ليكم ان شاء الله. شوفوا كيفاش كانت وش ولات على بها. قررت نشري كوزينة ايكيبي وين نروح نديها معايا، نركبها ونديفيسيها كيما نحب ونقلش عمري فيها. تعرفوا حنا نسا نفوت عمرنا غير في الكوزينة، ما لازم الوحدة كاش ما عندها سلك تذهب تبيعو وتخدم كوزينتها بيسك، هي البلاصة اللي تستاهل انك تخسري على جالها. مش شرط تكلفي روحك وديري كيما انا بصح، انا ما كلفتش روحي، برك درتيك الكوزينه ايكيبي، يعني خاصينها بزاف حوايج، خاصتها لافيسيل، خاصتها ماشينه لافي اوتوماتيك، يعني خاصينها ياسر حوايج. شريت غير هذيك لا بلاك شوفونت ولاوت وهذاك اللي في هذا الفايونس اللي قلت لك كوفريتو، يعني هذا بديل الرخام. هذا تلقاوه عند اللي يبيع اللي يخدم نجارة الألمنيوم. وهذه أوروبيين يشوفوا كيفاش درسها، يعني درتها خدمتها باللات كما راكم تشوفوا، يعني شوية كوفرات جات لاباس بها. درت اللات ثاني هنايا مشيتو تحت هذيك بديل الرخام، وهذا واش درت. وهنا يا البنات حبيت نقول لكم برك على هذا الليفي. هذا الليفي كان قبل كان فوق الرخامة، يعني كانت واحد الميزيرية كبيرة، يدخل لي الماء تحت ويهبط لي تحت البوطاجي، يعني راح تلقى يعوم الماء تحت. كان يدخل ثم قد واش درتلو السيليكون، درتلو لصقة، انواع لصقة كامل درتهم له والو. ايما لا قررنا نحفروا هذيك الرخامة ونهبطوا الليفيل تحت. من اول مره قلنا تاع الرخام، قلنا ما نقدرش نحفر لكم بيسك الرخامه رقيقه، وكون نحفر لكم شويه راهي تتكسر لنا. اما من بعد قررت قلت راجلي تحفرها لي ولا نحيي الرخامه شتا تتكسر، معليش المهم احفرها لي. المهم خدمها وهبط اللي فيه مع الرخامه قد باش الماء يهبط مباشره للرخامه. هذا واش حبيت نقول لكم. اللي حابه تخدم الليفي تاعها اتونسيو تخدم اللي يخدموه لك فوق الرخامه. هذا واش حبيت نقول لكم. واش نقول لكم، هنا وصلنا البنات نهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، والى فيديو جديد ولاحق ان شاء الله، والسلام عليكم.